شهد قرار مجلس الوزراء الكويتي بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية في البلاد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على توصية سابقة من لجنة الشؤون القانونية الوزارية لتشكيل اللجنة، والتي ستكون برئاسة النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة. وتتعلق أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية بدورها بالاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في البلاد. وأظهرت آخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لعام 2022 أن عدد السكان في البلاد يبلغ 4,200,000 الكويتيين، منهم قرابة المليونين و800 ألف فقط. وهذا يوضح أو يبين لك عزيزي المشاهد كم حجم الكارثة أو كم حجم البطالة التي سيعاني منها أهل الكويت نتيجة لهذه الزيادة.